أكدت فرنسا الجمعة وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنين، بعدما أفادت تقارير الخميس عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية وفاة مواطن واحد من غير أن توضح ظروف وفاته، وأوردت في بيان أن مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارة فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنين التي نقدم لها دعمنا الكامل. وذكرت وسائل إعلام مغربية الخميس أن سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائريون النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ. وقال الموقع الإخباري لو 63 إن كل من بلال قيسي وعبد العالي مشوار قتلنا الثلاثاء جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري في المياه الإقليمية الجزائرية.